حملة أمريكية إعلامية موجهة ضد مصر اليومين اللي فاتوا دول، بدايتها CNN وول ستريت جورنال. الكلام اللي اتقال إن مصر هي السبب في عرقلة جهود الوساطة اللي كانت شغالة أول الشهر ده ووقفت، لأن مصر خلت إسرائيل وقعت على اتفاق وعرضت اتفاق تاني خالص، ان المخابرات المصرية عدلت في الاتفاق وبعتته للمقاومة الفلسطينية، واللي بالتالي رفض يعني عليه ان مصر عدلت الاتفاق، ما بلغتش حتى امريكا ولا بلغت اسرائيل ولا بلغت حماس ببنود تانية غير اللي اسرائيل كانت ماضية عليها. يعني مصر هي السبب في ان هي عرقلت الاتفاق. طبعا كلام عار تماما عن الصحة، لان مصر مش لوحدها في الوساطة، في قطر وفي وسطاء تانيين، يعني مش بس مصر. فمصر هتعدل الورقة ازاي؟ اساسا الاسرائيليين كانوا رافضين ان هم يقعدوا يبعتوا حد من جانبهم يحضر المفاوضات اساسا من اولها، من المبدأ خالص، وكانوا رافضين تماما شروط حماس لوقف الحرب والانسحاب من غزة. كل الشروط دي كانت اصلا اسرائيل رفضها من الاول. فمنين مصر غيرت اتفاق ايه وغيرت بنود ايه في الاتفاق؟ وهو ده اللي ادى ان ما يحصلش اتفاق لوقف اطلاق النار بين المقاومه واسرائيل. ضغوط اسرائيليه الهدف منها الضغط على مصر، عشان مصر رافضه التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات عن طريق معبر رفح. إن مصر رفضت التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إن مفيش أي تنسيق مع الاحتلال من الجانب الآخر الفلسطيني إلا مع طرف فلسطيني. مصر مش هتفتح معبر رفح تدخل أي مساعدات أو أي معاملة إن كانت إلا بوجود وسيط فلسطيني، مش هتتعامل مع اي جهة تانية غير الفلسطينيين على الجانب الاخر من معبر رفح. ده غير ان مصر بدأت حشود عسكرية واليات تاني وزيادة دعم عسكري موجود دلوقتي في رفح تحسبا لاي شيء. وان اصلا في مصدر قال ان مصر مستعدة لكل السيناريوهات اللي ممكن تحصل مع اسرائيل بسبب احتلالها محور فيلادلفيا.